البيت واضح ان هو قديم جدا، وحسب الله بقى قواد قد الدنيا. يا ترى الحيطان والسلالم ديت شافت ايه؟ منتهى الرعب. بس كان في ناس بقى بتفضل البيوت السرية لانهم كانوا بيتكسفوا. ملوا عينكم يا جماعة من البيت ده كويس. البيت ده تقريبا كل الضحايا دخلوه قبل موتهم. معلومات كتير منتشرة عن ريا وسكينة، كتير منها غلط والقليل بس هو الصح. مثلا البيوت اللي عاشوا فيها قالك ان ده بيت ريا وسكينة، ولو اتكلمنا عن الضحايا قالوا لك ريا وسكينة ما كانوش مجرمين وكانوا مناضلين. وكمان بديعة قالك ان هي ماتت في حريق الملجأ العباسي. ناس تانية بقى تقول لك لا، ده بديعة اصلا ما ماتتش، بديعة لسه عايشة بس مستخبية. عشان كده بقى قررت ان انا اعمل سلسلة الحلقات ديت واتكلم بالتفصيل الممل عن ريا وسكينة. وطبعا الحلقات ديت مصدرها كتابين، كتاب رجال ريا وسكينة لصلاح عيسى، والكتاب التاني سرداب المومسات للدكتور محمد عبد الوهاب. وفي اخر الحلقات دي بقى محضر لكم فجأة كلكم طلبتوها مني. يلا بينا نبدأ. في الفترة اللي ظهرت فيها ريا وسكينة، اسكندرية كانت مفتوحة على العالم. اسكندرية كانت مركز للنشاط التجاري، مش في مصر بس، ده كمان أفريقيا. كل السفن من جميع أنحاء العالم كانت بتيجي في المينا في اسكندرية. عشان كده في أجانب كتير جدا اختلطوا بأهل اسكندرية، وابتدوا بقى ان هم يدخلوا بعض الصفات والمهن للمجتمع السكندري. عشان كده بقى ظهرت أحياء كاملة كان بيمارس فيها البغاء، سواء كان بشكل سري أو حتى كان مرخص من الدولة. ومن هنا كانت بيوت اسكندرية كانت مقسومة 2. نص البيوت دي كانت بيوت حرة للناس العادية المحترمين اللي كانوا بياكلوا لقمة عيشهم بعرق جبينهم. أما بقى النص التاني فكانت بيوت سرية لممارسة البغاء، بس في السر لأنهم ما كانوش واخدين تصريح. وللأسف الشديد منطقة كومبيكير في اسكندرية كانت مركز لممارسة البغاء المرخص. بس كان في ناس بقى بتفضل البيوت السرية لأنهم كانوا بيتكسفوا، كانوا بيخافوا يعني لحد يشوفهم ويفضحوا. أظن بقى ريا وسكينة مش هيلاقوا جو أوسخ من كده عشان يبدأوا جرايمهم. ريا وسكينة يا دوب لسه جايين من كفر الزيات عشان يقلبوا عيشهم، وفي البداية كانت ظروفهم صعبة جدا. فجات لهم فكرة بقى يعملوا ايه، انهم يفتحوا بيوتهم قهاوي ومعششة. اي حد عايز يشرب له حجرين يضرب له ازازة سكالانس مضروبة ولا حاجة ينور. الموضوع يقف على كده؟ لا ابدا، ده ابتدى يتطور اكتر واكتر. ريا قررت ان هي تأجر بيوتها لأي حد من راغبي المتعة الحرام، والبلية ابتدت تلعب معاهم. وحسب الله بقى قواد قد الدنيا. ده طبعا كان في السر، أما في العلن فهو شيال غلبان. ريا بقى كانت هي العقل المفكر، ما اكتفتش بتأجير بيوتها بس، لا دي كمان قالت إن هي توفر البضاعة. فابتدت إن هي تجمع الستات سواء المقاطير أو حتى العيقات. في البداية بقى ريا وسكينة سكنوا أكتر من بيت، بس ما كانوش بيطولوا لأنهم طبعا ما كانوش بيرتاحوا مع الجيران بسبب سلوكهم المنحل. ريا قوادة وسكينة سكرية، عشان كده داروا ولفوا على بيوت كتير قوي لحد ما استقرت سكينة في بيت رقم 5 شارع ماكوريس، وده بقى اللي كان قريب قوي من اسم اللبان. وأجرت دكانة صغيرة كانت قدام البيت ده، وأجرتها قهوة، وفي الغالب القهوة دي كانت بتجمع أهالي المساجين الموجودين في الاسم. البيت ده اتهد دلوقتي وما بقاش موجود وطلع مكان عمارة. أما بقى ريا فقررت إن هي تنقل لبيت هيكون أشهر بيت في اسكندرية وفي مصر كلها، ده بعد لما يتقبض عليهم بعد سنة وكام شهر. البيت ده بقى بيت الهلاك، وكمان بيسموه سرداب المومسات، وهو البيت رقم 38 حارة علي بيك الكبير. وانا بقى موجود دلوقتي قدام البيت عشان اوريهولكم. في بيتين في حارة علي بيك الكبير بيتقال ان هما بيوت ريا وسكينة. هوريكم البيتين وهقول لكم انهي فيهم الاصح. البيت ده هو البيت الاولاني واللي دلوقتي فعلا رقم 38 حارة علي بيك الكبير. في ناس كتير من الاهالي بتقول ان هو ده بيت ريا، وبيقولوا كمان ان شكل البيت ومعالمه اتغيرت بعد ما حفروا في غرفة ريا، عشان كده حصل تعديل في مدخل البيت. تعالوا بقى ندخل البيت ونشوف. البيت واضح ان هو قديم جدا. الطرقة دي كانت بتدخل على غرفة ريا، وبعد كده اتقفلت واتفتح المحل اللي بره.
المنور دوت فوق غرفة ريا. شوفوا منظر السلم الخشب. تخيلوا معايا كده لو فعلا عصابة ريا وسكينة كانوا ساكنين في البيت ده وبيتحركوا فيه، يا ترى الحيطان والسلالم ديت شافت ايه؟ منتهى الرعب. كفاية كده بقى ويلا بينا نخرج اوريكم البيت التاني. ده البيت دلوقتي رقم 38 حارة علي بيك الكبير، بس على حسب الرسم الهندسي البيت ريا وسكينة ده مش بيتهم، بس ممكن عشان متعلق عليه رقم 38 الناس والاهالي كلهم بيقولوا ان ده بيت ريا. تعالوا بقى اوريكم البيت التاني رقم 16 واللي شكله والرسم الهندسي بتاعه متطابق مع بيت ريا، وممكن يكون ترقيم الشارع نفسه اتغير. الكلام ده يا جماعة بقاله أكتر من 100 سنة. الورشة دي يا جماعة هي مكان غرفة ريا، وهنا لما حفروا في غرفة ريا عشان يطلعوا الجثث اكتشفوا الصهاريج. أما البيت دوت فكان لازق في غرفة ريا، ومن حسن حظنا إن هو نفس الشكل بتاع بيت ريا اللي ظهر في القضية. احفظوا شكله كويس لأنه واضح إن هو مش هيصمد أكتر من كده. تعالوا نطلع البلكونة ديت ونشوف منظر بيت ريا من فوق كان عامل إزاي. البياض الاحمر ده الازرق ده هو البياض الاحمر ده. ده هو البياض بتاع اول. بس هم كانوا قاعدين تحت. وكانت الجثث طالعه ده برضه حكايه ده. ده كده البيت بتاعهم. دول كانوا جيران. ده البيت بتاعهم ده من ايام. يلا بينا بقى نروح حارة النجاة. هنا وفي المكان دوت بدأ النشاط الحقيقي لعصابة ريا وسكينة، وللأسف هنا في البيت دوت كانت المحششة، وكانت ريا مأجرة أوضة في الدور الأرضي وسكينة مأجرة أوضة في الدور التاني. ملوا عينكم يا جماعة من البيت ده كويس. البيت ده تقريبا كل الضحايا دخلوه قبل موتهم، لأنه كان المحششة وكان بيت البغاء السري لريا. الحيطان، الخشب، الشبابيك شاهدين على كل المصايب والكوارث اللي حصلت في البيت ده. هنا وفي البيت دوت بدأت فكرة القتل إن هي تخش دماغ ريا وسكينة لما تحولوا بسبب طمعهم وجشعهم من قوادين لقتلة. خلي بالكم جزء كبير من البيوت اللي ظاهرة قدامكم ديت الأحداث دارت فيها، وقدام البيت دوت كان بيت أم أحمد النص. ايه الرعب ده؟ متخيل عصابة ريا وسكينة وهم بيتحركوا حواليا. الحجر ده لو كان بيتكلم والله كان نطق. ده مسجد سيدي عماد يا استاذ. كان ريحة البخور بتخرج من الشباك ده. الزنزانة دي اللي اتحبست فيها ريا وسكينة وباقي أفراد العصابة. حلقة مفاجأة. النهاردة احنا في اسكندرية هنزور بيت ريا وسكينة، مش هنشوفه من بره بس، ده احنا كمان هنخشه من جوه. يلا بينا. وصلنا أخيراً منطقة اللبان في المنشية. في المكان ده ومن أكتر من 104 سنة بدأت قصة ريا وسكينة، وده بقى البيت اللي كانوا عايشين فيه. الحديد، الباب، الشباك، تخيلوا المكان ده شاهد على كل جرايمهم البشعة اللي حصلت ل17 ضحية. الحجر ده لو كان بيتكلم والله كان نطق وحكى بالتفصيل كل اللي شافه. لو بصيت حواليك هتلاقي بيوت قديمة لسه موجودة عمرها أكتر من 100 سنة. على فكرة البيوت دي كان جزء كبير من الأحداث دار فيها، لأنها كانت موجودة من أيام ريا وسكينة، وكمان أكيد دخلوها. ولو رحت وسألت في البيوت دي هتلاقي جزء من ضحاياهم كانوا ساكنين فيها. وعلى الرغم من مرور أكتر من 100 سنة على حوادث ريا وسكينة، إلا إنك هتحس إن المكان مكبت جدا. وأنا واقف هنا متخيل عصابة ريا وسكينة وهم بيتحركوا حواليا. ممكن كانوا بيقعدوا في المكان ده أو واقفين على أول القمة دي. كمان من الحارة دي كانوا بيعدوا بضحاياهم لآخر مرة قبل ما يختفوا، ويدخلوا بيهم البيت وبعد كده يشوفوا شغلهم. البيت ده عمره أكتر من 150 سنة. أهالي المنطقة حاطين عليه صور العصابة والضحايا، وكمان مأمور القسم ووكيل النيابة اللي حقق معاهم. اخويا دي انيسه صاحب الدين الرقاصه اللي كانت مركبه سنه ده، خدوا سنه الدهب بتاعتها. ام فرحات بتاعت البيت اللي في الجماليه. ايه رأيكم؟ شفتوا البيت؟ طب انا عايز افاجئكم بقى واقول لكم ان البيت ده ملوش اي علاقة اصلا بريا وسكينة.
العلاقة الوحيدة بس انه قريب قوي من البيت الحقيقي اللي اتهد واتبنى مكانه عمارة. وكان غريب بالنسبة لي جدا ان كل الجرايد والمواقع والقنوات الكبيرة صورت البيت ده على انه بيت ريا وسكينة، وهو ملهوش اي علاقة بيهم. عشان كده لما تيجي هنا هتلاقي ناس بتاخدك وتقولك هو ده البيت الحقيقي لريا وسكينة، وكمان لما تيجي تسألهم وتقول لهم هو في بيت تاني ريا وسكينة يقولوا لك لا، هو ده البيت الوحيد اللي موجود. عشان كده بسبب الكلام ده انا كنت هحاول اطلع فوق البيت واصوره من جوه. يعني انا ما كنتش بضحك عليكم لما قلت لكم ان انا هخش بيت ريا وسكينة، بس فجأة اكتشفت ان البيت ده ملهوش اي علاقة بيهم. عشان كده عايزكم تشيروا الحلقة دي في كل مكان عشان الناس تعرف الحقيقة ويبطلوا يجوا يتصوروا مع البيت ده على انه بيت ريا وسكينة، لان ده تزييف للحقائق. في حاجة تانية ان اتقال ان البيت ده اتصور فيه فيلم ريا وسكينة بتاع انور وجدي، فانا جبت الفيلم وفضلت ادور على شكل البيت من بره، ما لقيتش اي وجه شبه ما بين البيتين. ركزوا معايا في شكل الشبابيك والباب من بره هتلاقيهم مختلفين تماما، مع ان البيت اللي انا واقف قدامه ده في الحقيقة شكله مرعب ويليق جدا على قصة ريا وسكينة. فانا شاكك الصراحة في قصة ان الفيلم كمان اتصور هنا. طيب فين البيوت الحقيقية لريا وسكينة؟ خلينا متفقين ان الواقعة دي حصلت من اكتر من 100 سنة، واكيد انك هتسمع كلام كتير وكل واحد برأي. يعني مثلا لما جيت هنا سمعت من الناس ان كان ريحة البخور بتخرج من الشباك ده، او الاهالي كمان بيحكوا ان كان في عسكري معدي من هنا بالصدفة وبص من الشباك وشاف ريا وسكينة وهم بيعملوا جريمتهم. وانا بقول لكم البيت ده ملوش اي علاقة بريا وسكينة. بيوت ريا وسكينة هم 4 بيوت. البيت الأولاني في 5 شارع ماكوريس، والبيت التاني في 38 شارع علي بيك الكبير. أما بقى البيت التالت والرابع هم 8 و9 في حارة النجاة. هوريكم البيوت دي، بس تعالوا الأول أوريكم كراكول اللبان. المكان الفاضي ده كان الكراكول، بس غالبا اتهد وبقي منه الجزء ده. واضح جدا انه كان الجزء الخلفي للاسم. لو ركزتوا معايا هتلاقوا السلاسل الحديد اللي كان بيتربط منها الخيام، والمكان ده كان مخصص لأكلهم وشربهم. وده بيوضح فعلا ان المكان ده قديم جدا، وخصوصا الجزء ده، لان في وقت ريا وسكينة العساكر كانت بتركب الخيول. تعالوا بقى نخش جوه الاسم ونشوف ايه اللي جوه. خلينا متفقين ان المبنى ده احدث بشوية من مبنى القديم لكراكول اللبان، بس ممكن تكون الغرف دي بقيت من الاسم القديم، وكمان ممكن تكون الزنزانة دي اللي اتحبست فيها ريا وسكينة وباقي افراد العصابة. وده مكتب المأمور وضباط الاسم. بس الشيء الاكيد ان الارض اللي انا واقف عليها دي هي اللي دار عليها كل الاحداث والقصص اللي بنتكلم عليها. تعالوا نعدي الناحية التانية من الشارع. وده بقى شكل كراكول اللبان وقت القبض على ريا وسكينة وإعدامهم سنة 1921. وده مأمور اسم اللبان ووكيل النيابة اللي حقق في القضية. وده بقى عشماوي والمساعد بتاعه واللي نفذوا حكم الإعدام على ريا وسكينة. تعال أوريكم بقى سيدي عمادي اللي كانوا دايما بيحلفوا بيه، وكان حاجة مقدسة قوي بالنسبة لهم، على اساس ان هم كانوا بيعرفوا ربنا يعني. ده مسجد سيدي عماد يا استاذ اهو اللي قدام حضرتك عليه. ده بقى جامع سيدي عماد، طبعا هو اتجدد اكتر من مره. تعالوا بقى نتكلم عن البيوت الحقيقيه لريا وسكينة. البيت الاولاني كان في 5 شارع ماكوريس، وده قريب جدا من اسم اللبان، وكمان قريب من البيت اللي عليه الصور ده. والبيت ده للاسف اتهدم واتبنى مكانه عماره. اما البيت التاني وده الاهم في شارع علي بيك الكبير، واللي لقوا فيه اكبر عدد من الضحايا. البيت ده رقم 38، وفي ناس بتقول ان هو ده بيت ريا وسكينة. بس الحقيقة الرسم الهندسي للبيت الموجود ده غير رسم ووصف البيت اللي كان موجود في القضية. كمان في ملاحظة تانية خدت بالي منها، ان البيت ده واضح انه احدث بكتير من عصر ريا وسكينة. بس في ناس تانية بتأكد ان البيت رقم 16 في شارع علي بيك الكبير ده هو البيت الاصلي لريا وسكينة. كمان لو ركزتوا في ملامح البيت هتلاقوه قريب قوي من الصورة المتصورة للبيت وقت الجريمة. وفي ناس بتأكد ان الورشة دي كان مكان غرفة ريا، واللي بيأكد الكلام ده وجود الصهاريج تحتها واللي اتردمت بعد ما طلعوا الضحايا كلهم.
تعالوا بقى نروح للبيوت الأخيرة رقم 8 ورقم 9 في حارة النجاة. بالنسبة للبيت رقم 8 فهو الأرض الفاضية دي لأنه وقع من زمان. أما البيت رقم 9 فهو البيت ده واللي كانت سكناه سكينة، بس للأسف في الفترة الأخيرة وقع منه أجزاء كتيرة وهو ده بس اللي باقي منه. الصور اللي هتشوفوها دلوقتي دي للبيت رقم 9 من فترة من قبل ما يقع. كمان لو ركزتوا في ملامح البيت هتلاقوه قريب قوي من الصورة المتصورة للبيت وقت الجريمة. أما الست الجميلة دي فكانت عايشة في المنطقة هنا من سنة 1930 وقعدت بقى مع جيران ريا وسكينة وحكوا لها كل اللي كان بيحصل. انا بقى لي هنا 60 سنه. تمام. نسمع ان هما كان ليا جاره في الوش البيت التاني، كان ليا جاره ساكنه هناك، كانت حماتها دايه. كانت تطلع الصبح الساعه 3 تلاقيهم ايه عمالين يطبلوا هنا. ايوه في الهنا بقى عشان هما ساكنين في الارض. تقول لها يا بنت ايه البخور ده وايه الطبل ده؟ تقول لها حبه فرفشه، هتلاقيهم هما ايه بيخنقوا. طلعوا من هنا 17 جثه. اما جم بقى يمسكوهم بيقول لك كان في واحد خواجه لا مؤاخذه اسم الله على مقام ابني مرافق واحده ست. فجابوها هنا. فلما دفنوها اما قتلوها المؤاخذه المرابخ طفحت. جابوا السنكري. فالسنكري ده خلاها ايه حاجه نايمه على الكنبه. هم كانوا بقى بيدوروا على الست دي عشان دي كانت ايه مع الخواجات يعني خواجايه. فعرها لقاها ايه هي. سبب ما بلغ على هنا. بس ده اللي انا اعرفه يا ابني. انما صاحبتك دي كانت عايشه ايامه. كانت ايامهم عايشه. ده كانت سنه كام الكلام ده؟ انا عارفه بقى يا ابني. انا بقى لي هنا 62 من عمر الولد ده. في حد مثلا من العماير دي بتتاخد كان من الضحايا؟ لا من بره صح كده؟ لا بيجيبوه من بره. ما كانوش بيقتلوا حد من لا من هنا من حينا يعني. لا من الحي من هنا لا مفيش غاب. شفتي عفاريت هنا يا حاجه؟ لا ما شفتش عفاريت. طب الناس اللي قعدت في المكان البيت طب لا ما كانش ولا شافوا عفاريت ولا حاجه. كانت هنا واحده ست. كنا بنقعد هنا لغايه لا احنا قدامه. ما كانش في حاجه من دي. لا ما شفناش عفاريت. لا الناس بتسال بتفكر ان بعد رايا وسكينه ما مشيوا ما فيش حد سكن. كانت خرابه الاول وبعدين نضفوها عملوها ورشه نجاره. بعد النجاره جت البتعه دي سكنت فيها بيت. عملتها اوض بنتها. كانت الاوض مترتبه. قعدت فيها يمكن 10 سنين وزياده. جالها قلب ازاي تقعد على قعدت والله وكان معاها وخلفت عيالها هنا وكله هنا وطلعت من هنا بعيد عنك ماتت من هنا وعيالها انا مربياه. كنت معاه يعني نقول لها يا بتعه العفريت هيطلع لك. تقول لي عفريت ايه يا ياما هو في عفاريت في الدنيا؟ اقول لها ما تخافيش يا بتعه من جوه. تقول لي اخاف من ايه؟ وقعدت وربت عيالها. لا ما شفناش عفاريت خالص. والان انا بقى بنام الساعه 3 والساعه 4 واقف في الخراب. شكرا يا حاجه. انت عندك كام سنه يا حاجه؟ 80. ربنا يديك 90. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب وطولة العمر. اتمنى بقى لو عجبتكم الحلقه ديت انكم توصلوها لاكبر عدد من اللايكات. ودي بقى كانت اول حلقه في سلسله حلقات ريا وسكينه. لو حابين ان انا اكمل في السلسله ديت اكتبوا لي تحت في الكومنتات كمل عشان انزل لكم الجزء الثاني. ولو بقى موافقين ان انا اكمل فاستنوا الجزء الثاني ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصلنا لنهاية الحلقة دي كانت بداية سلسلة حلقات عن ريا وسكينة لأني لقيت معلومات كتير جدا غلط. عشان كده هحاول أوصل لكل الحقائق من الوثائق الرسمية. كمان هصور لكم المكان اللي اتدفنوا فيه وهحكي لكم كل قصص الضحايا بالتفصيل وهحكي لكم كمان بديعة ماتت ازاي بالمستندات. عشان كده لو عجبتكم الحلقة دي قولولي عشان أكمل وأعمل سلسلة حلقات تانية عن ريا وسكينة. بس عايزين نوصل الحلقة دي لأكبر عدد من اللايكات. ويا ريت بقى تشيروا الحلقة دي في كل مكان عشان الناس تشوف الحقيقة وتعرف البيوت الحقيقية لريا وسكينة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.